جلطات في الأوعية الدموية حاجة خطيرة جدا جدا جدا. خطورتها إن ممكن ما تكونيش حاسة بيها في بدايتها، وللأسف تكتشفيها بعد ما تكون وصلت لمرحلة خطيرة. النهاردة هكلمك عن الجلطات في الأوعية الدموية اللي ممكن تصيب كل سيدة إذا كانت حامل أو بتستعد للحمل أو بتاخد علاجات معينة زي حبوب منع الحمل. أنا دكتور أحمد بدر الدين. كبداية، لو ماشي على طريق سلس زي طريق كورنيش وجات عربية قدامك وراحت جاية واخدة من أقصى اليمين لأقصى اليسار عشان تلحق اليوترن اللي جاي، وطبعا انتوا عارفين مين اللي سايق العربية دي اللي قادرة على التحدي ومصممة إنها تلحق اليوترن وما تعدهوش. اللي حصل ده هيخلي العربيات اللي جاية من ورا واحدة واحدة تهدي، بس ممكن عربية منهم ما تلحقش وبوم تخبط في اللي قدام. اللي حصل ده ممكن يحصل جوه الوعاء الدموي، وده اللي ممكن تكون بدايه الجلطات. عشان تتكون جلطه في جسم الانسان في 3 عوامل اساسيه تساعد على تكون الجلطات. اول حاجه هو توقف الدم في الاوعيه الدمويه لفتره طويله، وخصوصا الرجلين، زي مثلا لو هتسافري مسافات طويله بطياره او بعربيه من غير ما تحركي فيها رجليك. تاني سبب معانا هو حدوث خبطه او حصل زي تعويره او جرح في جدار الوعاء الدموي اللي بيخلي الدم يتراكم في الحته دي ويكون الجلطه. تالت حاجه هو قابليه جسمك لتكوين الجلطات، وده بيكون وراثيا او في حاجه حصلت لك بتزود القابليه دي. الحمل من الحاجات اللي بتزود تكوين الجلطات. حبوب منع الحمل اللي هي 21 يوم و7 ايام بتزود تكوين جسمك للجلطات. يعني انت حامل ومسافره مسافات طويله، تخلي بالك تخلي بالك. يعني انت عندك دوالي في رجليكي ووزنك زايد وسنك اكتر من 35 سنه وحامل، تخلي بالك تخلي بالك. ازاي بقى تخلي بالك؟ لو عندك اصابه بجلطه سابقه او وزنك زايد او سنك اكبر من 35 سنه او عندك دوالي في رجليكي، فطول حملك هتاخدي حقن للسيوله اللي اسمها المشهور في السوق كليكسان، ودي هتكملي بيها طول الحمل و10 ايام بعد ولادتك. بس ارجعي لدكتورك الاول. لو حامل او بعد ولادتك وعايزه تسافري مسافات طويله، فدي نصايح مهمه جدا للسفر ليك اثناء حملك وبعد الولاده. السفر لمسافات طويله اللي هي بتكون ساعه ونص او اكتر، وخصوصا سفر الطيران هتقومي تمشي كل نص ساعه او على الاقل تفردي رجليكي وترجعي تتنيها. ده مهم جدا في اول نصيحه للسفر. تاني نصيحه مهمه انك تشربي ميه كتير جدا قبل سفرك واثناء سفرك، ده عشان حاجتين مهمين. اول حاجه هيزود الميه الموجوده في جسمك فبالتالي يقلل معدل تكوين الجلطات. تاني حاجة هيخليكي تقومي تخشي الحمام غصب عنك، وبكده تكوني اتحركتي من غير ما تكوني عايزة. أول ريست يا اسطى معانا واحدة حامل. لو عندك دوالي في رجليكي وخصوصا المراحل المتقدمة، هتلبسي شراب محكم جدا أثناء السفر بحيث إن هو يمسك الرجل ويمنع تسرب الدم للأوعية الدموية أثناء سفرك. وفي شراب مخصص للدوالي هتلبسيه قبل الولاده، هيساعد جدا ان الدم ما ينزلش في الاوعيه الدمويه مع البنج النصفي. خصوصا بعد الولاده ازاي تحمي نفسك من تكون الجلطات؟ اول حاجه قلتها لك تشربي ميه كتير جدا جدا جدا. تاني حاجه قومي اتحركي. الحركه بعد الولاده مهمه جدا، حتى لو في الم هيساعد انها تحميكي من تكون الجلطات. الكلام ده مش مقتصر على اوضتك في المستشفى بعد الولاده، الحركه مهمه من لحظه دخولك البيت مع النونو بتاعك. خدمتك لنفسك حتى لو كانت بسيطه هتساعد ان الدوره الدمويه تتحرك في جسمك بشكل احسن وتحميكي من الجلطات. اللي عايز انبهك ليه ان بعد ولادتك لمده 3 شهور انت عندك معدل خطر او عالي من تكون الجلطات لمده 3 شهور، مش اسبوع او 2 أو 3. الاعراض اللي تخلي بالك منها: لو جه وجع في رجليكي في ناحيه واحده خصوصا، او سخونيه او احمرار في الرجل خصوصا مكان السمانه، حتى لو كنت مخبوطه فيها، ارجعي للدكتور بتاعك لانها ممكن تكون جلطه وانت مش واخده بالك. انا خلصت، شكرا ليكي.